اسماء، بغيت ناخذ منتجات العنايه للبشره ديالي، وعندي بزاف ديال المشاكل ما كنعرفش شنو نختار. اول حاجه، الا كان ناقصك النضاره في البشره ديالك اختاري فيتامين سي. الا كان المسامات واسعه اختاري نياسيناميد. الا كان نقص في الترطيب اختاري لاسيد هيالورونيك. الا كانوا الرؤوس سوداء او لي كيست او لي ميكرو كيست اختاري لاسيد ساليسيليك. ولا كانوا التجاعيد بطبيعه الحال كنختاروا الريتينول. السيدات اللي هما في المرحله ديال ما قبل انقطاع الطمث، يعني كاين شي فيتامينات او معادن اللي ضروري كيخصنا ناخذوهم. اول حاجه هو ان خصنا ناخذوا المغنيسيوم، لان في هذه المرحله هذه كنبداو نمروا بواحد الحاله ديال القلق والتوتر والضغط. ناخذوا فيتامين بي 12 باش نحسنوا من المزاج ديالنا، وكذلك مزيان حتى للصحه ديال الشعر وديال البشره وكذلك حتى ديال العضلات. ناخذوا الاوميغا 3 كتقلل من الخطر ديال الاصابه بالامراض ديال الشرايين والقلب، كذلك مزيانه حتى للصحه ديال الجلد. ما نساوش فيتامين دي باش كنحافظوا على العظام ديالنا، باش ما تجيناش الهشاشه ديال العظام. ما نساوش الكولاجين حتى هو مهم للصحه ديال العظام وديال البشره كذلك.